اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. يا صباح الفل والورد والياسمين على عيونكم احلى متابعين في الدنيا حبايب قلبي. عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير دايما وصحه وسعاده وهنا. ربنا يسعد قلوبكم ويريح بالكم يا رب جميعا، ودايما زايدين يا رب ومتجمعين دايما. النهارده حلقه جديده، هنعمل اللحمه بطريقه جديده شويه مختلفه، اول مره على اليوتيوب. تحفه تحفه تحفه، هتاكلي صوابعك وراها. اعملي بقى الطريقه ديت هتعجبك جدا جدا جدا. بس قبل ما نبدأ الفيديو يا ريت تحط لايك وشير وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. يلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول ونبدأ. معايا هنا كيلو لحمة اهو يا بنات، من اي حتة تقطعيها، المهم يكون مشكلة في حتتين دهن عشان الصوص بتاعي يطلع جميل وتحفة. ومعايا بهارات صحيحة، ومعايا جزرايه، ومعايا بصلايه متقطعة طرنشات، ومعايا البهارات بتاعتي البابريكا والفلفل الاسمر وبهارات وكزبرة وكمون، وطبعا ذرة قرفة. تمام. اول حاجة بقى نحط في طاسة على النار، هنحط معلقتين سمنة، او معلقة سمنة على معلقة زيت، مفيش مشكلة. نحط معلقتين وننزل باللحمة على طول، نديها صدمة تنزل اي سوائل فيها. تمام. اهو يا بنات زي ما انتم شايفين كده، طبعا انت غسلاها كويس جدا. اهو اول ما تاخد وش بتديها وش على الناحية التانية اهوت، يعني تديها صدمتين، صدمة الناحية دي وصدمة الناحية دي اهو زي ما انتم شايفين. طبعا حابة تحمرها عن كده حمريها، بس هي هتحمر معايا بعد كده، يعني خليها كده خفيفة وحلوة كده. خلاص اهوت، هننزل التوابل بتاعتي بقى اللي هي الكمون والبهارات والفلفل الاسمر والبابريكا، والكزبرة وذرة القرفة، ونزلنا البهارات الصحيحة طبعا قرفة وورق لورا، وحبهان ومستكة. تمام. خلاص اهوت يا بنات، دي تشويحة كده على النار، وتنزلوا الخضار بتاعك. معايا البصل، معايا بصلايه، معايا جزرايه، معايا قرن شطه حامي. قرن الشطه اهوت بيديها نكهه جميله جدا، وهو ما بيحرقش بس بيديها نكهه حلوه جدا جدا، يعني ما بتخليهاش حاميه. ومعايا طماطمايه متقطعه برضو قطعتين اهوت صغيرين. طبعا اول ما تشوحيها شويه، بتشوحيها شويه على النار، وبعدين تنزلي ميه سخنه عليها، يعني يا دوبك تغطي اللحمه بتاعتك، وتسيبيها بقى تغطيها وتسيبيها على النار شويه، يعني نص ساعه وهنرجع لها تاني. معايا هنا بقى حله على النار اهوت، هنحط فيها معلقتين زبده كبار، ونروح منزلين التوابل. تمام. خلاص اهوت يا بنات، انا نزلت التوابل بتاعتي برضو بهارات صحيحه وذره قرفه. طبعا انا هعمل الرز بالحبهان والقرفه والكمون. تحفه تحفه تحفه. ممكن تعمليها ابيض، ما تحطيش الشعريه وتحطي بصلايه وتعمليها ابيض، وممكن ما تحطيش بصلايه وتحطي البهارات بتاعتك وتعمليه على طول، تحطي الرز تنزليه. انا هنا عامله بشعريه زي ما انتم شايفين. طبعا انا شوحت الشعريه مع البهارات بتاعتي، معايا كمون، قرفة، بهارات، ملح. تمام. هتنزلي بقى الرز بتاعك، طبعا انت غسلاه كويس، بتنزليه على الشعريه زي ما انتم شايفين كده، وتزودي الملح بقى، اظبطي الملح بتاعك، وتنزلي مكعبين مرق وشويه ميه زي ما انتم شايفين كده. طبعا بتغطي الرز. بالنسبه للناس الجداد، البنات الجديده اللي بتسالني الرز بيتزود ازاي، بتزوديه على اخر سطر، يعني نص عقله الصابع، زايد عن الرز شويه. تمام. بتزوديه ميه، وبعدين تسيبيه اول ما يغلي معاكي بتعلي النار، اول ما يغلي معاكي بتهدي النار خالص عليه. هنا اللحمه بتاعتي كانت استوت اهي زي ما انتم شايفين. هجيب بقى هعمل لها التتبيله بتاعتها الجميله ديت. معايا بصل ومعايا فلفل الوان زي ما انتم شايفين كده. بتحطي معلقه سمنه وتشوحي الخضار بتاعك فيه. تمام. حابه تحطي بطاطس كمان حطي، بس انا مش حابه اعملها ببطاطس خالص، هي كده تبقى زي الفل معايا. ومعايا البهارات اللي انت حباها حطيها. معايا بهارات، وطبعا قرفة وكمون معايا لان ده العامل الاساسي، وتحطي الملح عشان احنا ما زودناش ملح قبل كده، وتنزليها على اللحمه زي ما انتم شايفين كده، تشوحيها تشويحتين، وتسيبيها ربع ساعه كمان. ربع ساعه، تغطيها ربع ساعه. انا مش عايزه الخضار بتاعي يتهري قوي في اللحمه. تمام. لازم يكون واضح برضو وباين معايا زي ما انت شايفه كده. معايا معلقه نشا بقى تحطها على نص كوبايه ميه عشان نعمل الصوص بتاعي الرهيب ده، وتروحي منزلاها على اللحمه. اول ما تمسك معايا خلاص كده، شايفينها عامله ازاي، والصوص بتاعي جميل ازاي، زي العسل معايا. تحفه يا بنات تحفه. وعامله المعلقه بتاعتي كلها صوص وزي العسل. خلاص كده اهو يا بنات، انا خلاص طفيت عليها. طبعا بعد ما تحطي معلقه النشا بتحطي، يعني بتحطيها يا دوبك 5 دقايق على النار، وتروحي شايلاها. وكده خلاص يكون خلصنا الاكل بتاعنا النهارده. بألف هنا على قلوبكم وعيونكم يا رب، وتسلم ايديكم مقدما. ويلا نقدم الطبق بتاعنا الجميل. خلاص الرز بتاعي استوى اهوت. الرز بتاعي بالقرفة والكمون، حاجة كده مبهرة جميلة جدا.
ومعايا اللحمة بالصوص الرهيب ده، تحفة تحفة تحفة. اعمليها بالطريقة دي بقى اول يوم العيد وقولي رأيك في التعليقات. هستنى تعليقاتكم وتقولوا لي من اي بلد انت بتتابعيني. حاجة كده عسل عسل عسل. لو عجبك الفيديو ما تنسيش تحطي لايك وتشتركي في القناة وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد. تسلم ايديكم وعينكم مقدمة. اشوفكم في فيديو جديد في حفظ الرحمن. مع السلامة.